وهي هل من كلمة توجهها شيخنا للشباب حول المنهج الصحيح في الفتن، ومن هم العلماء الذين يرجع لهم في النوازل؟ وجزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن المنهج الصحيح الذي يلجأ إليه في الفتن هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، وذلك لا عصمة لأحد إلا بالكتاب والسنة وباتباع المعصومين من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة معصومون في التبليغ، وإلا فهم بشر يصيبون ويخطئون. والله عز وجل أمرنا أن نستمسك بالحق الذي هو الكتاب والسنة، وأخبر جل وعلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين سبحانه وتعالى بأن الاستجابة لله ولرسوله فيها حياة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم بين سبحانه وتعالى بأننا لا بد أن نربط فهمنا بفهم الأولين من الصحابة، كما قال سبحانه وتعالى عن أولئك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت السبيل. إذن الله عز وجل أمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين، كما قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن العصمة من الزلل تأتي في اتباع الكتاب والسنة والأخذ بفهم السلف رضي الله عنهم، كما قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وأثر ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. إذن نحن مأمورون بأن نتبع الكتاب والسنة وأن نتبع فهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن جرت سنة الله عز وجل أنه في كل عصر ومصر يكون هناك أعلام مبرزين، والآن في هذا العصر اللي نحن فيه يوجد المشايخ الظاهرين كالشيخ عبد المحسن عباد والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الشيخ المفتي. هذا الترتيب ليس لمنزلته وإنما ترتيب جاء. والمشايخ المعروفين كالشيخ الخضير والشيخ البراك وغيرهم، كثير من علماء مشايخ الدعوة السلفية، فهؤلاء هم الآن يعني الظاهرين في الساحة. وعندنا في الكويت الأخوة الشيخ حاي الحايب، الشيخ داود، الشيخ سليمان معرفي، إخواننا السلفيين المعروفين يعني. فهؤلاء يرجع إليهم الإنسان ويستنير برأيهم، فيكون إن شاء الله في ذلك عصمة له من الزلل. وإلا هذا الذي ذكرتنا غيض من فيض، وإلا فالسلفيون كثر والحمد لله.